طبعا كلنا سمعنا عن زيت الليمون وفوائده الكتير جدا للبشرة وللجسم وللشعر، وكمان ريحته الجميلة جدا اللي حرفيا بتقلب البيت. النهاردة هنعمل مع بعض زيت الليمون بأسهل طريقة ممكنة ومش مكلفة خالص. كل اللي هتحتاجيه ليمون أو أي زيت متوفر عندك في البيت. أنا استخدمت في الوصفة دي 5 ليمونات بحجم متوسط، وبدأت أقطعهم شرايح زي كده بالظبط. وفي طاسة على نار هادية هضيف كوباية صغيرة من زيت الذرة أو زيت زيتون أو أي زيت متوفر عندك في البيت، وهنسيب الزيت لحد ما يسخن كويس جدا، وبعدين هضيف شرايح الليمون. وهنفضل نقلبهم مع بعض على النار لمدة 5 دقايق تقريبا. أول ما اللون يبدأ يتغير معانا كده هقلبها تقليبتين بس كده، وبعدين هطفي على النار وهسيبه لحد ما يبرد خالص. جبت بولة وصفيته كويس جدا من كل الشوائب اللي فيه، وهنجيب أي إزازة بلاستيك أو إزاز أو بخاخة متوفرة عندك في البيت، وهنحط فيها الزيت ونبدأ نستخدمه. مش قادرة اوصف لكم بجد، ما كنتش متوقعة النتيجة بالجمال ده. تقيل ومركز وريحته تجنن وملمسه تحفة وخفيف جدا على البشرة، تقريبا احسن بكتير من الزيت اللي كنت بشتريه من بره. جربوها بطريقتي واكتبولي في الكومنتات رأيكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير.